بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجل من أقصى المدينة. النهاردة معانا تجربة حقيقية من داخل التجمعات التنموية، غير التجمع الخاص بينا خالص، لكن الهدف واحد، إن الخبر اللي اتعملت على الأرض توصل لكل اللي محتاجها. قناتنا مش مرتبطة بمكان واحد، قناتنا منصة بتجمع الخبرات من أي حد بيشتغل بضمير وبيتعلم من أرضه. الزراعة ما تعرفش حدود تجمع، واللي بينجح في أرضه نجاحه بينفع غيره. معانا النهاردة رجل من أقصى المدينة، من تجمع إسلا وعريق، المهندس شريف علي. قرر يشارك تجربته معانا في زراعة النخيل، من تقسيم الأرض لحد تنفيذ شبكة المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. تعالوا نشوف الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده فيديو احنا عاملينه ازاي ان احنا هنقسم الارض بالنسبة للنخل في تجمع اصل وعريق عشان نستفيد من اقصى مساحة للارض. اولا ارض سهلة، ارض اصل وعريق الارض 102.5 في طول 205. تمام. فاحنا هنا عملنا حسبة بسيطة. 102.5 هنشيل منهم اللي هم 6 متر يمين وستة متر شمال. ليه 6 متر يمين وستة متر شمال؟ اولا بيني وبين الجار شجرة النخيل الورقة بتاعتها تقريبا بتبقى 4 متر. ماشي. ف4 متر هنا، وعندك هنزرع جزورين بيني وبين الجار عشان استفيد من المساحة وهو مستفيد من المساحة. هنسيب حرم لشجرة الجزورين 2 متر، يبقى عندك 2 متر. وطبعا ورقة النخلة ممكن تبقى 3 متر ونص، يعني أقصى حاجة هيبقى عندك حتى نص متر تعرف تعمل فيه خدمة. تمام. يبقى انا سايب 6 متر من الجار ده و6 متر من الجار ده، يبقى سايب 12 متر. تمام. 102.5 شلنا منهم ال 12 متر يفضل 90.5. ال 90.5 دول قسمناهم ازاي؟ ادا ال6 متر اللي احنا سيبناهم هنا 6 متر اهم، وبعد كده جينا حطينا نخلة. ادا التانية، ادا التالتة، الرابعة، ادا الخامسة، ادا الست. ماشي. ما بينهم كام فاصل؟ ادا 1 2 3 4 5. الخمس فواصل في 8 متر يبقى ب40 متر. خلاص. وعندك هنا كمان في الناحية التانية دي 40 متر يبقوا 80. خلاص. وجينا في النص هنا عملنا المشاية دي 10 متر، دي المشاية الرئيسية اللي هي هتخدم الايه، هتخدم الارض كلها. خلاص. طيب بالنسبة لفطول الارض، الارض طولها 205. انا بالنسبة لي ارضي في اخرها ارض الدولة. خلاص. فانا عندي هنا، انا جيت على السكة اللي هي السكة الطريق اللي هو بتاع الرئيسي اللي احنا المفروض بنمشيها اللي بنمشي عليها. رحت سايب 6 متر و6 متر من الجنب وحطيت اول نخلة. طيب لما اسيب 6 متر في الاول واربعة متر هنا في الاخر، لان 4 متر انا هبعد السور يبقى بعيد عن الارض خالص عشان برضو ايه الجذور ما تبوظش الدنيا. فانا هسيب في اخر الارض 4 متر اللي هي قيمه السعفه بس. فعندك 4 متر اهم انا سبتهم في الاخر، وعندك 6 متر سبتهم في الاول، يبقى 10 متر. ال10 متر دول لما نشيلهم من ال205 يبقى فاضل 100 و 195. 195. ماشي. 195. خلاص. ال195 ده هم ال195 دول لما تيجي تقسمهم على 26 نخلة هيطلع المسافة ما بين النخلة والنخلة 7 متر 82. بعد كده لما تيجي تضرب 26 في تسعة كام 12 نخلة، يبقى عندك 312 نخلة. يبقى أنا زرعت ب312 نخلة. خلاص. أنا طبعا عامل، في ناس طبعا عاملة 5 خطوط. انا عامل 5 خطوط ري، ال5 خطوط هم. وفي ناس بتبقى عامله 4 خطوط. طيب الخط الاولاني احنا طبعا قلنا هنسيب متر. الخط الاولاني ما بينه وما بين اول نخله 19 متر ونص، يبقى انا عندي الخرطوم النقاط هيمشي 19 متر ونص. يبقى المسافه ما بين اول الطريق، اول حد الارض لحد اول نقاط، لحد اول خط ليزر 25 متر 55 سنتي. بعده ب 39 متر و10 سنتي النقاط التاني اللي هم هيبقى كام؟ 64 65. النقاط التالت اللي هو الليزر التالت 103 75. الليزر الرابع 142 متر 85. الليزر الخامس 181 متر 95. تمام.
ده بالنسبة للايه، لقصة النقطات. طيب انا بالنسبة للشبكة الرئيسية انا عامل ازاي؟ احنا طبعا عاملين ادى الايه، ادى الخط الرئيسي اللي هو ال3 بوصة اللي هو هنا على الرسم اهو، الخط الرئيسي. هنيجي في النقطة دي اهي، النقطة دي اللي هي هنا اهي. جينا هنا عملنا ايه؟ انا عامل بالنسبة لي عندي ايه؟ انا طلعت هنا ب ت، وبعد كده ماسوره 3 بوصه، وحطيت حاجه اسمها البومبه، طلع منها خط يمين وخط شمال، نزل الخط في قلب الارض. انا عملت هنا في المكان ده ت، ورحت طالع بماسوره بوصه، بماسوره 2 بوصه، وحطيت لها طب، وماسوره 2 بوصه كل 8 متر. يبقى انا عندي 6 مواسير هنا اهم، ست نخلات هنا وست نخلات هنا. بعد كده حطيت طبه فوق، وبعد كده خرمت الماسوره الرئيسيه، مش خرمت تحت الارض، لا انا خرمت الماسوره الرئيسيه من فوق، وطلعت الخط اللي هو الخط اللي هو زي ده. الخط ده اهو اللي هو طالع ده كده، الخط ده يروي هنا 3 نخلات وهنا 3 نخلات وهكذا، واحنا ماشيين خلاص. طيب جينا بعد الخط الرئيسي ده اهو، قبله ب50 سنتي عملت بومبه تانية، عملت ته تاني وطلعت منه بومبه وطبقتها. ده هيبقى عامل ازاي؟ ده لو حبيت انا ازرع محاصيل، هروح جايب الخراطيم اللي هي الملتويه دي، اللي هي بتبقى دواير دي، واروح جاي فارد ايه، خرطوم، واعمل تكلفته مع تكلفه الزراعه. هعمله فوق سطح الارض ليه؟ عشان لو انا هغير الزراعه المه وبعد كده ابدا اشتغل تاني، يبقى انا كاني ايه، كاني استفدت من اقصى امكانيه للارض. ان انا ايه، ان انا هعمل الشبكه اللي تحت مفيش فيها نقطات من تحت ولا تهات، مفيش فيها قصدي بدايات ولا اي حاجه من تحت، كلها من فوق الارض. يبقى انا عندي كل حاجه فوق الارض. وبالبومب ده انا عامل طبعا هنا اداه بومبه 2 3 4 5، ووراهم قبلها ب50 سنتي هنا كده في ايه، بومبه تانية. البومبه التانية دي عشان اطلع منها خط يطلع فوق الارض بقى. يبقى ده بتاع المواسير اللي هي بتاعت الايه، لو انا هزرع زراعات مثلا ولا حاجه في ال5 سنين الاولانيين بتوع النخل، بحيث يبقى انا استفدت من اقصى امكانيه للارض وقدرت اتحكم. بقى عندي شبكتين، الشبكه الاولانيه بمحبسها لو انا هزرع النخل. مشكله الناس عندنا ان احنا لما بنيجي نروي النخل، هنفترض النخل ده انا زرعه مع شعير، وحبيت دلوقتي ان انا ايه، ان انا هضم الشعير، فلازم اعطشه، مش هينفع اعطش النخل معاه. لكن لو انا عندي شبكتين اتنين منفصلتين، الشبكه دي بقدر افتحها وارويها، يبقى انا هفصل الميه عن الشعير وبعد كده ابدا اروي النخل. لو انا عندي بصل، يبقى هقدر مثلا ان انا افصل الميه عن البصل، بحيث ان انا اعرف انشفه عشان اعرف ابيعه. هو ده الهدف من الفيديو، حبينا نفهم الناس وايه، وده مقترحاتنا. ولو اي حد عنده اقتراح بنرحب بيه، وشكرا لحضراتكم. وده مخطط في طريق الاقتراح ده قاع بالظبط بنفس التفاصيل، بنفس كل حاجة، بنفس الأبعاد، بس أطول من كده. فهو عنده الأرض هتبقى برضو 5 خطوط، 5 خطوط بس إيه، طول الخط هيبقى أكبر شوية من الإيه، من الطول اللي إحنا موجود. إحنا 102.5، وعنده الأرض أعرض من كده شوية بس. اللي شفتوه في الفيديو ده مش مجرد مواسير وتقسيم أرض، ده راحة بال وراحة عمر. لما تعمل شبكة ري صح من البداية، كل شجرة بتاخد حقها في المية، بتبعد عنك أعطال ملهاش لازمة، بتوفر مية ومجهود وفلوس، ونمو الشجر بيبقى منتظم. مفيش شجرة أحسن من التانية. الشبكة الصح بتعمل فرق كبير، بتقلل معاك انسداد النقطات، بتثبت لك الضغط، بتسهل عليك الري من غير وجع دماغ أو ترقيع بعد كده. عشان كده دايما بنقول شبكة ري مظبوطة من الأول أهم من أي حاجة هتيجي بعد كده. وقبل ما نختم، بنشكر المهندس شريف اللي شاركنا تجربته بكل أمانة من غير ما يبخل بأي معلومة. الخبرة لما تتحبس عند صاحبها ما بتفيدش غيره، لكن لما تتشارك بتفيد ناس كتير. واللي شفتوه في الفيديو ده مثال حي إن تبادل الخبرات بين أهل الأرض هو اللي بيخلينا كلنا ننجح. ربنا يبارك له في زرعه وينفع بتجربته كل واحد لسه في أول الطريق. وانتظرونا في حلقة تركيب السور السلكي حوالين المزرعة، وإزاي خفضنا التكلفة من 50,000 جنيه لأقل من 15,000 جنيه. رجل من قلب المدينة. السلام عليكم.